ادي الكره العكسيه طوليه اماميه من اينو عند دومينيك دي سيلفا، وادي الخطا القاتل لهيثم محمد والسيد السعدوني، ووجد على طول الكره احمد نبيل منجع السعدوني وهيثم محمد. اتخبطت الكره وصلت سهله لاحمد نبيل منجع، الراجل ما كدبش خبر وحطها في المرمى مباشره الى داخل الشباك. السيد السعدوني مع هيثم محمد، والحقيقه قدر يستغل اللاعب احمد نبيل منجا الكره وحطها الى داخل الشباك. شوفوا الاعاده اتلعبت الكره ازاي، هنا بقى اتعملت الكره بشكل حلو قوي، كره عكسيه. النادي الاهلي وقفوا بشكل لا مبرر، وهنا على طول حطها الاغا، اصطدمت ببطن القائم ثم زاحفه ارضيه عادت له مره اخرى، والتوفيق لا يقف الا مع المجتهد، وهو كان مجتهدا في الكره اللي فاتت 1-1. هيبقى عليها كلام كتير جدا جدا بين الشوطين الكرة ديت، لكن نسيب كل هذه التحليلات مع الكابتن طاهر ابو زيد. على طول اهو بيقول له شفت ما تخافش الماتش بتاعنا اهو. اللعيب لما يكون نجم ودمه خفيف يعني تبقى جميله جدا. دومونيك يخلي الملعب يحمر، ادي اهو اينو وادي على طول دومينيك، وتصويبه حلوه حلوه حلوه، وعلى طول رامي فؤاد ما يمسكهاش، ويصفر الحكم المجري فابيان بانتهاء الشوط الاول بتقدم النادي الاهلي